اقتداء بمعنى الإمامة، إذن الرسول هو إمام لهم. هاي النقطة الأولى. الشيخ هاشم، من هو الفاعل اللي لا ينال؟ فاعل لا ينال ما هو في الآية؟ كمل شيخنا وقول أسئلتك وأنا فاعل يهوى فيه. أنا أرد. لا هو الفاعل لا ينال الفاعل في الآية ما هو؟ لا ينال عهد الله الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. إيه هو الفاعل؟ اذكر لي الكلمة. ينال، لا ينال الفعل هو الله، لا ينال عهدي الفعل هو الله عز وجل. إيه الفاعل إعرابها في الآية من هو الفاعل؟ عندي لا ينال عهدي الظالمين إلى الظالمين مفعول به شيخ. إيه يهوى اذكر. وعلامة الياء. إيه بس الفاعل يهوى يا كلمة، قل لي هاي الكلمة فاعل. الله عز وجل فاعل. لفظ الله ما مذكور لا ينال عهدي. نعم. الله يقول لا ينال عهد الظالمين، لفظ الله ما موجود. لا ينال عهد الظالمين، لفظ الله وين؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو الله عز وجل، تقديره أنا، لا ينال عهدي أنا الظالمين. أول شيء أستاذ هاشم، التقدير الأنا لا ينسجم مع الياء التي هي للغائب. لا ينال نال، لا ينسجم الناء في اللغة العربية إلا اللهم سيبويه يخرج ويطبر كالشيعة. هاي النقطة الأولى. أما الفاعل لا يكون مستتر، وإنما العهد هو الفاعل. أستاذ لا، هذا وبعدنا أخذته. أما الفاعل إخواني، فاعل ينال هو العهد، عهد الله هو الفاعل. وراجعوا جميع الإعرابات الموجودة في القرآن الكريم. وكما ذكر أستاذنا الشيخ هاشم أن المفعول به الظالمين، جيد جدا. إذن أستاذ هاشم لما يستدل لي بالآية، لو كان يفرزن أو يميز بين الفاعل من هو في الآية لاتضح. كما يقال أن الناء المفروض أنا أقول نقوم، ما هو الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. وأما أنا أقوم بالهمزة، الفعل المضارع إذا كان مبدوء بالهمزة يقدر الفاعل ضمير مستتر تقديره ماذا؟ أنا أقوم تقديره أنا. أما الياء لا تنسجم مع الضمير المستتر تقديره أنا، مستحيل في اللغة العربية، ولن تجد ذلك موجود في كتب النحو. هاي النقطة الأولى. فإذا عرفنا من هو الفاعل نأتي